السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم واستغفروا ربنا، وما تنسوش تدعوا لاخواننا في غزة وفلسطين، ربنا ينصرهم على عدوهم يا رب، اللهم امين. الفيديو النهارده عظمة، عايزاكم بقى تعملوا الطريقة دي وان شاء الله تدعوا لي. اللي ما بيحبش كبدة الفراخ ان شاء الله تعجبه بالطريقة دي. لو ولادك ما بياكلوش الكبدة في البيت وبيحبوا يجيبوها من بره، جربي بقى الطريقتين دول وان شاء الله تعجبك. انا عاملاها بطريقتين اتنين، وان شاء الله ان شاء الله طريقة من الاتنين تعجبهم. دي الكبدة دي مش متقطعة، كبدة صحيحة. انا كنت منضفاها بقى ومظبطاها ونقعها كده بملح وسكر والليمون ومروقاها كده، وبعد كده خدتها زي ما انتوا شايفين. هقول لكم هنعمل ايه. معايا هنا طبق فيه بصلايه مفرومه ناعم، وبصلايه مفرومه متقطعه كبير، والقطع كبيره. وطبق تاني فيه فلفل اخضر وفلفل احمر و... وكمان ايه عود بقدونس كده. بصوا بقى، الاول انا عايزه اقول لكم حاجه. انا هقطع الكبده بتاعتي شرايح كانها كبده من بتاعتي الايه، العجل يعني، كبدة بقر مثلا او كده، اللي هي كبدة الجزارة. فانا هاخد الكبدة بتاعتي بتاعت الفراخ هقطعها، بس هقطعها شرايح زي ما انتوا شفتوها كده، ما شاء الله مبارك، زي ما انتوا شايفين اهي ظاهرة قدامكم. انا هنا قطعتها، عايزاها قطع تكون كبيرة مش صغيرة، بس عشان ما تتهريش ولا تتفرم مني، انا عايزاها تبقى واضحة وظاهرة كده، عشان هعملها بنفس الطريقة بتاعت الكبدة البلدي اللي هي بتاعت الجزار. بصوا بقى معايا هنا كده صينية او طاسة او حاجة هتحطها على النار، احط فيها معلقتين حلوين كبار زيت، ومعايا كمان معلقة كبيرة زبدة او قشطة زي ما انتوا حابين. يبقى اهم حاجة المادة الدهنية بتاعتي تكون كبيرة، المادة الدهنية بتاعتي تكون كبيرة كتير، عشان انا عايزة اشوح الكبدة بتاعتي فيها من غير ما تتهري ولا تنزل نقطة مية. ده انا كنت بنزل القشطه او الزبده زي ما انتوا حابين، بس زبده بلدي كده عشان تخلي طعمها حلو. يبقى معلقتين كبار زيت، وبعد كده هنزل معلقه الزبده بتاعتي او معلقه القشطه بتاعتي. دي واحده. التانية هعمل نفس الحكايه، بس مش هزود قوي، يعني هحط معلقه زيت ومعلقه الزبده بس مش كتير، لان هنا انا مش هاخد كميه كبيره، انا عاملاها بطريقتين. الصينيه الاولانيه هعمل فيها كميه اكبر، والتانية دي هاخد فيها حاجه بسيطه جدا. طبق مثلا زي ما انتوا شايفين كده، هحط برضو معلقه زبده هنا ومعلقه ايه زيت. بصوا زي ما انتوا شايفين كده، هحط بقى على النار الاتنين، بس الاولانيه اول لما تسخن زي ما انتوا شايفين كده معايا، هنزل فيها بقى البصلايه المفرومه ناعم. انا مثلا لو حد ما بيحبش البصل في الاكل، فانا بس عايزه اطعم الكبده بتاعتي، فهحط ايه، هحط بصلايه مفرومه ناعم جدا جدا يا دوبك تاخد التطعيمه بس. لكن التانية انا عايزاها البصلايه تكون واضحه فيها. زي ما انتوا شايفين هنزل كميه الكبده بتاعتي كلها، هنزل كميه الكبده بتاعتي كلها في السمنه بعد ما سخنت. ده السمنه والزيت او الزبده والزيت، او زيت بس زي ما انتوا حابين. وبعد كده هرجعها تاني على النار. انا طبعا مش عارفه اصور يم البوتاجاز عشان الاضاءه هناك مش كويسه، فبحاول ان انا اوضح لكم الخطوه دي كده بسرعه. باخد بقى كده تشويحه جامده جدا للكبده بتاعتي مع البصلايه اللي انا فرمتها ناعم، واحط التوابل بتاعتي. التوابل الكبده على فكره ما بتحبش توابل كتير، اهم حاجه الفلفل الاسمر. انا هنا كنت حاطه رشه خفيفه كمون وفلفل، وكنت حاطه كمان رشه جنزبيل ورشه قرفه، بس مش حاطه اكتر من كده. دي الصينيه الاولانيه، ادي الطريقه الاولى. وابدا بقى اللي انا اشوح الكبده بتاعتي فيها كده تمام 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 قوي قوي قوي، عشان ما تنزلش ميه خالص. زي ما انتم شايفين ما فيهاش ولا نقطه ميه، هي كلها الزبده واللي انا حطيتها والزيت. اشوحها كويس، بقول لكم مقطعاها زي الطريقه بتاعه كبده البلدي. بصوا بقى المعلقه القمر السر فيها، طبعا المعلقه دي عندي التتبيله اللي انا عاملاها لكل حاجه زي ما انا قلت لكم، وكمان عصره نص ليمونه زي ما انتم شايفين كده على الكبده بتاعتي. والمعلقه دي طبعا انتوا فاهمين يعني ايه التتبيله بتاعتها، انا كنت عاملاها معاكم، اللي هي توم
وفلفل مفروم وكده، يعني هبقى اقول لكم عليها دلوقتي، بس نمشي مع الفيديو واحده واحده. بعد كده بقى في الخطوه دي، بعد ما شوحت الكبده بتاعتي، انزل معاها الفلفل الاخضر والفلفل الاحمر. ده فلفل احمر مش طماطم، فلفل احمر رومي، فلفل اخضر، عندك اصفر حطي، عندك شطه حطي، اللي انت حباه. دي كده اللي هي الاولانيه. التانية بقى اللي انا كنت نزلت فيها البصلايه اللي هي المتقطعه كبير شويه، هاخدها اقوم جايه اقلبها لحد ما انا عايزه البصله يبقى لونها مكرمل زي ما انتوا شايفين كده. وهاخد فيها جزء من الكبده اللي استوت معايا في التانية عادي، او ممكن اسويها من الاول خالص. اخد معلقتين كده من الكبده انزلهم على البصلايه اللي اتكرملت معايا دي، واسيبها بقى تت... تتشوح مع بعضها كده برشة فلفل بس. مش هحط عليها غير رشة فلفل بس، لان طبعا انا ضايفة برضو ايه توابل مع الكبدة وهي بتستوي في الطريقة التانية، بس انا خدت منها حوالي معلقتين هضيفهم هنا على البصلاية دي. بصوا بقى الطعم في حتة تانية خالص. اللي بالبصلاية المكرملة دي يا لهوي بتبقى طعمها تحفة ما شاء الله اللهم بارك، ورشة فلفل اسمر كده تحفة. والاولانيه استوت معايا اهي تماما. هبقى ايه بقى اللي انا اضيف عليها؟ معلقتين او عودين كده من الكزبره او البقدونس المفرومين الورق بس، هنزلهم عليها واقلبهم تقليبه كده تمام. يبقى زي ما انتم شايفين ما شاء الله مبارك، انا بحاول والله اسرع الفيديو جدا عشان ما اطولش عليكم. جربوا الكبده بالطريقه دي والله هتعجبكم جدا جدا، وسهله وما شاء الله اللهم بارك. مش ما تسلقوش الكبده وتستسهلوا، وباسهل طريقه. لا هنقول بقى دبس رمان ولا هنقول صويا صوص ولا اي حاجه. بالطريقه دي جربوها هتعجبكم جدا جدا. معلقه الزيت والزبده، هحط فيها بصلايه ناعمه خالص، او لو انتوا بتحبوا البصل بقى مثلا حطوا البصلايه عادي مفرومه كبير صغير شرايح جوليان زي ما انتوا حابين. وتشوحوا فيها الكبده كويس جدا، وبعد كده نضيف الفلفل والتوابل. بعد كده احط رشه الكزبره او البقدونس دي في الاخر خالص. دي بقى اللي هي بالبصل المكرمل، حاجه كده تحفه والله ما شاء الله اللهم بارك. بصلايه بخلي لونها لحد ما يقرب انه يبقى بني، وانزل فيها معلقتين من الكبده، واحط عليها فلفل اسمر بس، بتكون خلاص هي واخده ملحها بقى ومظبوطه جدا. لان انا كنت حطيت الملح والفلفل ورشه جنزبيل ورشه قرفه في الكبده كلها. خدت من الكبده اللي هي اتعملت مره واحده دي معلقتين زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله مبارك. ده كان اوردر يا حبايب قلبي، كان مطلوب مني، وكان اللي طالباه عايزه جزء منه بالبصل. انا بقى طبعا بسأل العميل اللي هيبقى حابب ايه بالبصل، والجزء التاني بالطريقه الاولانيه زي ما انتم شفتوها بالفلفل المتقطع كده اخضر واحمر، ولو في الوان حط. انا كان عندي بس ما رضيتش اطلع من الفريزر بصراحه وعملته فريش. بصوا بقى، وفي جزء تاني انا كنت عملته لنا احنا بقى للسندوتشات. يلا بألف هنا، اشوفكم على خير. بس ما تنسوش بقى تحطوا لي اللايك وشيروا الفيديو كتير، واللي مش مشترك في القناة يشترك في القناة ويفعل زر الجرس. واثبتوا بقى الصلاة على النبي في التعليقات. سندوتشات كده كبدة بقى بالعيش الفينو أحلى من اللي بتيجي من المطاعم ومن عند أي حد. اعملها في البيت بنظافة والطعم إن شاء الله يعجبكم. جربوا الطريقة ديت. أشوفكم على خير في رعاية الله، مع السلامة.